السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أطباق وأذواق الطبخ مع ليلى. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم اخترت لكم وصفة رائعة لدواز أتاي أو حلوة ديال العيد. من الوصفات الراقية جدا، لا في الشكل ديالها أو في الذوق، كتجي لذيذة بزاف ومعلكة. بطريقة ديال التحضير اللي سهلة جدا وبسيطة، فبقاو معي حتى الأخير. ونبداو على بركة الله باستعراض المقادير مع الطريقة أيضا. عندي نصف كيلو ديال اللوز، ممكن الكمية يعني تزيدوا على حسب الرغبة ديالكم، ديروا نص كيلو أو كيلو. اللوز كناخدوه كنغسلوه بالماء بارد العادي من الصنبور، كنغسلوه مزيان حتى كتحيد منه داك الغبره. من بعد كنديروه في كاسرونه او في طنجره اللي يكون فيها الماء وصل درجه ديال الغليان، يعني حتى كيغلي الماء عاد كنوضعوا فيه اللوز اللي غسلنا باش هكذا دغيا كيتحيد منه داك الجلده. في نفس الوقت ما كيتشربش السوائل ويبقى لينا مقرمل. كنخليو داك اللوز في الماء سخون غير دقائق، كنجربو كتفسخ لينا واحد الحبه صافي، كنحيدو داك اللوز من الكاسرونه او من داك الاناء ونصفيوه من داك الماء كامل باش هكذا ما كيزيدش يتشرب السوائل وما يرطبش. بالنسبه للتنقيه ديال اللوز فكل واحد والطريقه ديالو، غادي نقترح لكم هذه الطريقه فهي سهله بزاف وكنقيو كميه اللي كثيره في وقت اللي وجيز. خديت هاد الساشي هذا او هاد الكيس وضعت فيه داك الكميه ديال اللوز، غادي نبقى بحال هكذا كنخدمو بيديا وهو كيتقشر. ممكن ديروا في هاد الساشي اولا ديروا شي منديل يكون حرش شويه باش دغيا كيتقشر داك اللوز وما كياخذ ليناش وقت اللي طويل. صافي كنفرغ داك الكميه ديال اللوز من الكيس وكنبدا كنقي، كنعزل الحبات اللي منقيين، ولا بقاو شي وحدين يعني ما مقشرينش كنقشروهم. هكذا ما كياخذ ليناش وقت طويل. ملي كنقيو الكميه ديال اللوز ضروري كنعاودو نشلوه بالماء بارد باش كتحيد منه داك اللون الاحمر اللي كيكون في القشره ديال اللوز. نصفيوه ونديروه في منديل نخليوه حتى كينشف. الا ما عندكمش الوقت فمسحوه مزيان بمنديل يكون كينشف. صافي انا خليته حتى نشف مزيان. غادي نقص منه واحد الكاس، قياس تقريبا كاس ديال العنبه. هاد الكاس هذا اللي نقص غادي نخليه للتزيين، والباقي غادي نوضعه في مقله وغادي نضيف عليه الزيت بارده وغادي نقليه. الا بغيتو تفاداو المرحله ديال القلي فممكن تدهنوا اللوز بشويه ديال الزيت وتدخلوه للفران حتى كيتحمر، ومره مره كتحركوه حتى كياخذ اللون ديالو كيتقرمل. بالنسبه للتحمار في الفران فهو كياخذ شويه ديال الوقت، انا ما كانش عندي الوقت صافي درته في قليته في الزيت عادي في المقله. ضروري كنقليو الزيت نقليو اللوز في الزيت اللي تكون بارده وكنبقاو كنحركوه النار اللي تكون مهيله باش هكذا اللوز كيتحمر وكيجينا مقرمل حتى من الداخل. كيف كتلاحظوا يعني خصو ضروري يتحمر هكذا مزيان، ما تخليوهش ابيض باش كيجينا البنين. صافي ملي كيتحمر غادي نحيدو نديرو في الشبكه باش كيتقطر مزيان من الزيت، نحطو على جنب. بالنسبه لذاك الكاس ديال اللوز اللي كنت نقص، انا خديت داك الحبات ديال اللوز وفلحتهم على جوج باش هكذا كيجيني ملي كنزين بهم كيعطيونا داك الشكل بحال ديال الوريقه. بغيتو تخليو اللوز مكمول فلكم الاختيار. وغادي نحتاجو ايضا كميه ديال البرتقال معسل او قشره ديال البرتقال معسله، هي اللي غادي تعطينا ذوق اللي رائع جدا. هاد الحلوه غادي تكون مدسمه بذوق البرتقال المعسل. غادي نحتاج معها ايضا كاس ديال الزبيب، ممكن تعوضوه بكاس ديال المشماش مقطع طريفات. هنا الزبيب ما غاديش نديروه مكمول، غادي نقطعوه حتى هو رقيق او طريفات اللي يكونوا صغار. فخديته ودرته في القطعه وغادي نبقى كنقرضو بهذا الشكل هذا يعني ما كياخذليش الوقت وكنحصل على قطع اللي هي صغيره ومتساويه، يعني كنربحوا الوقت بزاف لاننا نبقاو نقطعوا حبه بحبه. صافي قربته مزيان داك الزبيب وغادي نحيدو نديرو في اناء اخر نحطوه على جنب. كيف كتلاحظوا ضروري القطع يكونوا مقطعين طريفات صغار، حتى المشماش الا كنتو غادي ديروه حتى هو قطعوه طريفات صغار. كذلك قشره ديال البرتقال غادي نقطعها بنفس الكيفيه حتى هي يكونوا قطع اللي رقيقه بزاف. كتعطي هاد القشره ديال البرتقال مذاق روعه جدا وراقي لهاد الحلوه وكتواتى بزاف مع اللوز. كيف حتى القشره غادي نقطعها قطريفات اللي يكونوا رقاق مزيان بحال هكذا. هنا غادي نعبر لكم الكميه اللي غادي نحتاجو بالنسبه لنص كيلو ديال اللوز. هنا احتاجيت 3 ديال المعالق كبار كيف كتلاحظوا، وتكون مملوءه جيدا من القشره ديال البرتقال مقطعه
طريفات صغار. ضروري نديرو الكمية اللي هي تكون يعني واضحة باش تعطينا ذوق رائع للحلوى ويجي المذاق ديالها باين. صافي غادي نحط هاد المكونات على جنب، وهنا خديت اللوز وغادي نبدا كنطحنو نهرمشو رقيق. انا درتو في بلاستيكه و هرمشتو غير شويه بالدلاك باش يجيني في الطحين ساهل. كيف كتلاحظوا هنا اللوز خصو يكون بحال هكذا، يعني ما كنديروش بودره، في نفس الوقت ما يبقاوش قطع اللي هما كبار، كيجي مهرمش رقيق بحال تقريبا الكونكاسي. غادي نوضع الكميه اللي طحنتها غادي نوضعها في الاناء، وكنعزل داك الحبات اللي كيكونوا كبار او باقي فيهم السمك كتير، غادي نعاود نطحنهم. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نسالي هذه الكميه ديال اللوز اللي عندي. كيف قلت ضروري يكون عندنا مهرمش رقيق، ما تخليوش القطع اللي هي كثيره او كبيره بزاف، كذلك ما تطحنوهش بودره رقيق بزاف. هذا هو الشكل ديال الخليط او اللوز ملي كيتطحن، يعني كيكون مهرمش رقيق. حتى الا كانوا شي طريفات يعني زايدين شويه ديال السمك ماشي مشكل، المهم ان الاغلبيه يكون عندنا بهذا الشكل هذا مطحون مهرمش رقيق، باش فاش نشكلوا الحلوى ما تبقاش تعزل لينا او تفرتوا داك الحبات. هنا غادي ناخذوا اناء كبير فين غادي نخلطوا هاد المقادير او نجمعوا المكونات ديالنا. ضفت اللوز اللي هرمشنا، غادي نضيف لهم الكميه ديال الزبيب، كذلك القشره ديال البرتقال، وغادي نحتاج ايضا زلافه ديال صابلي مهرمش او لي بسكوي. هنا استعملت صابلي اللوتوس، كان باقي لي شويه ديال صابلي اللوتوس درتو وزدت عليه صابلي عادي. هنا تقريبا زلافه ما عمرهاش. ممكن تستعملوا غير نوع واحد ديال الصابلي يعني اللي توفر، والصابلي اللي كيعجبكم الذوق ديالو فغادي تستعملوه. غادي نخلط مزيان هاد المكونات، خصوصا داك الزبيب والقشره ديال البرتقال لان كتكون كتلصق. يعني نفركوها مزيان باش توزع لينا بشكل اللي هو متساوي في هاد الخليط، وكذلك في القطع ديال الحلوى كلها. كنخدموها مزيان بحال الشكل تقريبا ديال السلو. وغادي نجمع هاد المكونات هادو بالعسل. فبالنسبه للعسل ضروري يكون الذوق ديالها زوين. حتى الا كنتو غادي تحضروها في البيت خصها تكون نقيه مذاقها زوين، لان كيجي الذوق ديالها حاضر او واضح في الحلوى. ما ديروش العسل اللي هي مستعمله في حاجه واحده اخرى، مثلا العسل الا بقات لكم الشباكيه ولا المبريوات فما تستعملوهاش، لان كتكون الطيبه ديالها مبدله وكيكون فيها داك المذاق ديال الزيت. ديروا عسل نقيه، اما تكون العسل ديال الاكل اللي كتباع جاهزه، ولا حتى العسل اللي كتحضروا في البيت، غير هي تكون مذاقها زوين وفي نفس الوقت ما تكونش مستعمله في حاجه واحده اخرى. غادي نبقى كنضيف العسل شويه بشويه، وانا كنخلطها او كندعك هذا الخليط كيف ما كنخلطوا سلو تقريبا بنفس الطريقه. ما نضيفوش كميه كثيره ديال العسل او نخويو كميه كثيره في خطره، لان الخليط ما خصش يكون خفيف. غير كيتجمع لينا الخليط صافي كنحبسوا وضع العسل. فبالنسبه لهاد الحلوه من الافضل نجمعوها بالعسل، كتجي احسن من نسلي. العسل كيحافظ على اللوز مقرمش مده طويله، وكذلك ما كتجيناش حلوه بزاف. فبالنسبه للحلاوه ديالها فهي كتكون معقوله. كيف لاحظتوا انا كنضيف العسل شويه بشويه وكنخدمها مزيان وكندعكها. غير كتبدا كتجمع صافي كنحبسوا العسل. كيف كتلاحظوا كنخدمها مزيان باش هكذا داك العسل كيتوزع بشكل اللي متساوي، ما تجيناش واحد الجهه رطبه بزاف بالعسل وجهه ناشفه. كيف كتلاحظوا غير كتجمع لينا بحال هكذا صافي كنحبسوا. ما خصهاش تكون خفيفه ولا كتلصق بزاف بالعسل، غير كتجمع لينا نضغطوا عليها تبان لينا تجمعات ما بقاتش كتفرتت، صافي كنحبسوا الكميه ديال العسل. هنا خديت لاطه ديال الفرن فرشتها ببلاستيكه، ممكن ديروا ورقه ديال الطبخ. بالنسبه للقياس ديال اللاطه غادي نخلي لكم القياس في صندوق الوصف. انا فرشتها ببلاستيكه وغادي نهز داك الخليط ونوضعو كامل فوق اللاطه. كنوضعوه في اللاطه ونوزعوه بشكل متساوي باش كتجينا واحد الطبقه اللي هي متساويه، وحتى القطع ديال الحلوى يجيو نفس الحجم والقياس. ملي وزعتها بشكل متساوي خديت هاد الاداه هذه ديال الحرشه وغادي نبدا كنضغط بها. ممكن ناخذ غير كاس كبير ونضغطو مزيان على داك الخليط ديالنا باش هكذا كيتثبت وكيلصق وكيتجمع بداك العسل اللي ضفنا عليه. صافي غادي نبقى كنضغط عليها مزيان بحال هكذا.
ونقادو حتى داك الجوانب. من بعد خديت كاس او شي دلاك صغير وغادي نبقى كندي فوق داك الحلوه، باش هكذا كتجينا واحد الطبقه اللي هي متساويه. وفي نفس الوقت كتثبت داك المكونات كيلصقوا بلا سل. صافي وغادي نخليها فوق سطح العمل لمده تقريبا ديال 20 دقيقه، غير باش داك العسل داك العسل كتشد مزيان مع داك باقي المكونات. صافي ملي دازت هنايا داك نص ساعه ولا 20 دقيقه غادي نحيدها من لاطه، وخديت المرشم او القطعه اللي غادي نقطع بها هاد الطبقه هذه. فبالنسبه انا استعملت هذا على شكل دمعه ولا على شكل قطره. خديت داك المرشم اللي في الوسط، ما ناخذوش مرشم كبير. هاد القياس ديال المرشم كيجي هو هذاك في الحلوه في نفس الوقت، يعني حتى فاش كتاكلوه ما كتقهمش، كيجي كتجينا هي هذيك. ما ديروش مرشم او قطعه اللي هي كبيره. هنا انا استعملت قياس اللي متوسط، وكيجي هذا هو السمك ديال العجين من الجناب. ما خصهاش تكون طبقه اللي رقيقه بزاف، يعني تقريبا بحال القياس ديال الصابلي فاش كيتلصق. صافي كنضغط عليها وكنقطع كتقطع يعني بسهوله، خص غير فقط نضغطوا عليها مزيان. هذا هو السمك ديالها عن قرب، وكتجي متماسكه. ما نحتاجوش نديرو كميه كثيره ديال العسل اللي غادي تبقى يعني داك الحلوه تجي لاويه وتجي كتقهم بالحلاوه. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه. كيف لاحظتوا انايا قطعت هذه الحلوه من الجهه الاخرى، يعني ماشي من داك البلاصه اللي فيها السنينات. ممكن ديروا حتى قطعه دائريه ولا مربعه، غير المهم يكون الحجم ديالها صغير، ما تكونش كبيره. فبالنسبه لهاد القياس هذا ديال المراشم كيكون فيهم 3، انا خديت اللي متوسط. غادي نكمل هاد الطبقه بالتقطاع تنسالي الكميه اللي عندي كلها، وداك الجوانب اللي كيبقاو غادي نعاود نجمعهم وكنطلقهم حتى هما بنفس الطريقه. فاش نكونوا كنطلقوا هاد الجوانب اللي بقاو، حاولوا اننا نخليو فيها نفس السمك، يعني ماشي ضروري نطلقوا هاد المكونات هذه على اللاطه كلها، وانما كان غير شويه غير في الجنب بحال هكذا، ونخليو لها نفس السمك وكنعاودوا نقطعوها. وداك الجناب اللي كيبقاو عاوتاني كنعاود نجمعهم حتى نسالي الكميه اللي عندي كلها. فبالنسبه للتزيين هنا خديت شوكولاته البيضاء، ذوبتها غير بواحد شويه ديال الزيت، وضفت ليها شويه ديال اللوز مقلي ومهرمش. فبالنسبه للوز اللي ضفت للشكلاط فخديت من داك الكميه اللي نقصت للتزيين وقسمتها لنصفين، فهي قليتها بوحدها وخديت منها واحد شويه هرمشتو بحال هكذا وضفتو على الشكلاط. غادي ناخذوا الحلوه وكنغطيوها مزيان بداك الشكلاط، يعني من الجهتين، من الاسفل والاعلى. وكنحطها في بلاطو يكون ضروري مفرش بالبلاستيك، باش هكذا ملي كيجمد الشكلاط ما يلصقش لينا في البلاطو. غادي نزينها باللوز او داك القطع ديال اللوز اللي حمرت. فبالنسبه لهاد القطع كنقليوهم بوحدهم، ما كنقليوهمش مع الكميه ديال اللوز اللي درنا في الخليط. ضفت ليهم شويه ديال وريقات ديال الورد، ممكن ديروا داك الورق الذهبي، كيبقى طبعا تزيين على حسب الذوق ديالكم او يعني المكونات اللي متوفره. ملي كملت الكميه كلها وغطيت داك الحلوه كلها بالشكلاط، في الاخير غادي نرش عليهم شويه ديال هاد البودره الذهبيه، وحتى هي طبعا اختياريه، هي كتزيدها واحد الاشراقه للحلوه. كنخليها في الشكلاط حتى كيجمد مزيان او كيبرد في الثلاجه، وكنحتفظوا بها يعني في علبه تكون محكمه الاغلاق. طبعا كنحتفظوا بها في الثلاجه لان فيها الشكلاط. وكيجي هذا هو الشكل ديالها. المذاق كيجي رائع جدا، ذوق القشره ديال البرتقال المعسله مع اللوز مقلي كيجي مذاق اللي هو رائع وراقي جدا. ممكن نحضروها للعيد كذلك لجميع المناسبات، البوفي ديال الخطوبه ولا ديال السبوع، كتجي راقيه جدا والذوق ديالها رائع. نتمنى ان هذا الاقتراح يكون الاعجاب ديالكم. تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل فائده، وخليتكم على خير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ووصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.